اوكي، تخيلوا معايا ان الزومبي احتل العالم كله، كل البشر في كل الدنيا اتحولوا لزومبي، والناس اللي فضلت وما اتحولتش بقي عددهم قليل جدا جدا، لدرجة انك ممكن تبقى انت الوحيد في مدينة كاملة الطبيعي اللي ما اتحولتش. اوكي، ده كولومبوس، وده كان من ضمن الناس القليله اللي ما اتحولتش، وده بسبب انه كان حاطط لنفسه حبه قواعد دايما ماشي عليها عشان ما فيش ولا زومبي يقدر يصطاده. ومن ضمن القواعد دي واول قاعده هي لياقته البدنيه، علشان كده كان بيتمرن كتير. وتاني حاجه وهي الضربه المزدوجه، انه يضرب الزومبي مرتين علشان يتاكد انه مات. والحاجه الثالثه انه لازم تربط حزام الامان لما تركب اي عربيه. وكان اكتر حاجة بيخاف منها في الدنيا كلها هي البهلوانات. كولومبوس ده كان عايش في المدينة لوحده خالص، وما كانش يعرف ان في حد في المدينة لسه طبيعي ما تحولش، لسه عايش معاه في المدينة دي. ودايما علشان كان ملتزم بالقواعد اللي هو حطها لنفسه، مفيش ولا زومبي عرف يصطاده. كولومبوس ده كان اصلا من اوهايو، وفي يوم من الايام كان رايح اوهايو على امل انه يلاقي ابوه ولسه ما تحولوش زومبي هناك. وهو في الطريق يلاقي عربية جاية عليه، طبعا بيخاف جدا، بس بعد ما العربية بتوصل بيلاقي واحد هو اللي سايق. وبعد ما الراجل نزل العربية هما الاتنين كانوا شاكين وخايفين من بعض، فبيعملوا الحركة دي لبعض وتأكدوا انهم بشر طبيعيين، وبيركب معاه العربية. ده بقى اسمه تالاهاسي، وده كان قاتل محترف، وكان قوي كده وواثق من نفسه، بس كان عنده نقطة ضعف واحدة صغيرة وهي كيكة التوينكز، وكان بيدور عليها في كل حتة وفي كل مكان. وهم ماشيين بالعربية في الطريق بيلاقوا عربية توينكز كبيرة واقفة على جنب، فبيفرح تالاهاسي جدا، ولكنهم بعد ما بيفتحوها ما بيلاقوش توينكز خالص، وبيلاقوا بدلها كرات التلج، وبيتغاظ تالاهاسي جدا. وبعدها بيكملوا طريقهم مع بعض، وبيقف عند هايبر في الطريق علشان تالاهاسي كان عايز ياكل توينكس. وبيدخلوا هما الاتنين جوه، بيبتدي تالاهاسي يعزف علشان لو كان في زومبي في المكان يسمعوا الصوت ويطلعوا له. وفعلا بيبتدوا يطلعوا له واحد ورا التاني، وبيقدر يخلص عليهم كلهم لحد ما بيجي زومبي ضخم جدا جدا، وبيقدر برضه يخلص عليه هو كمان بسهوله. فجأة بتظهر بنت سليمه وبتقول لهم الحقوني ارجوكم، وبيروحوا بسرعه علشان يعرفوا في ايه معاها. فبتقول لهم ان اختها الصغيره عضها زومبي، وللاسف هتتحول قريب، مفيش اي حل غير للاسف اننا نخلص عليها قبل ما تتحول، وهي مش هتقدر تقوم بالمهمه دي، ومحتاجاهم هم عشان يعملوا كده. وتالاهاسي قرر ان هو اللي يقوم بالمهمه دي، بس وتشيتا بترجع وتقول له هات البندقيه انا اللي هخلص عليها. بس بيتفاجئوا انهم كانوا بيضحكوا عليهم، وعملوا كده علشان يستولوا على الاسلحه والعربيه بتاعتهم. وطبعا كولومبوس وتالاهاسي بيبقوا مش مصدقين كل اللي حصل قدام عينيهم. دي وتشيتا، ودي اختها الصغيره ليتل روك، واختها دي كان نفسها من زمان تروح الملاهي، وتشيتا قررت تاخدها علشان توديها الملاهي اللي نفسها فيها. وكانوا عايشين هما الاتنين حياتهم عن طريق انهم كانوا بيضحكوا على كل الناس زي ما عملوا مع كولومبوس كده. وزي مثلا كمان قبل كده كانت في بنزينه وكانت بتعيط، وقالت لصاحب البنزينه خاتم الخطوبه بتاعي وقع مني وانا معايا ميعاد طياره دلوقتي، وقالت له لو لقيته وبعتهولي انا هديلك $3000. والراجل بيصدق الموضوع وبياخد منها العنوان بتاعها، وبيوعدها انه اول ما يلاقيها هيبعته لها بالبريد، وبتشكره وبتمشي. وبعدها بيظهر مين؟ طبعا ليتل روك، وهي ماسكه خاتم وسط البنزينه. بيجي الراجل ويبقى عايز ياخده منها، بس هي ما بترضاش تديهوله غير لما تاخد مكافأة ان هي لقيته. وفعلا الراجل بيديها فلوس كتير علشان فاكر ان هو هياخد $3000. وبتاخد ليتل روك الفلوس وبتبقى مبسوطه وبتروح لاختها. وكانوا بيعملوا الخطه دي مع اكتر من حد وفي اكتر من مكان. تالاهاسي بقى بيبقى متغاظ جدا على عربيته الكاديلاك اللي اتاخدت منه، وبيقابله عربيه كده في الطريق، وبيقول له كولومبوس احنا ممكن ناخد العربيه دي بدلها. فتالاهاسي بيطلع غضبه كله على العربيه، وبعدها هم ماشيين بيلاقوا عربيه هامر، فبيفرح تالاهاسي جدا. وبيفرحوا اكتر لما بيلاقوا جواها شنطه مليانه اسلحه من كل الانواع، وبيبقوا مبسوطين هما الاتنين جدا جدا. وبعدها وهم في العربيه بيحكي تالاهاسي لكولومبوس عن انه كان معاه
معاه ابنه زمان وكان اسمه باك، وكان بالنسبة له هو كل حياته، وكان على طول بيلعب معاه، بس للأسف اتحول لزومبي. كان متأثر جدا وهو بيحكي له. وسط كلامه بيلاقوا العربية اللي أخدوها البنات عطلانة في الطريق، مكتوب عليها إنهم محتاجين مساعدة، فبيقول له خليك انت هنا وانا هروح في ايه. وفعلا بينزل من العربية ويروح لهم، بس بيلاقي العربية ما فيهاش حد خالص، وبينادي لكولومبوس علشان يجيله، بس بيتفاجئ ان ليتل روك ثبتت كولومبوس واستخبت لهم في العربية وهددتهم هما الاتنين، وزمرت بالعربية لاختها اللي بتيجي وبتنزل كولومبوس، وبيستولوا على العربية مرة تانية كمان، بس المرة دي طلعوا كويسين وما سابوهمش زي المرة اللي فاتت، واخدوهم معاهم في العربية. بيتخانقوا تالاهاسي وتشيتا في الطريق، فبيزعق لهم كولومبوس وبيقول لهم احنا في ايه ولا في ايه؟ انتوا بتهزروا يا جماعه، احنا ممكن نكون اخر ناس عايشه على الكوكب كله وانتوا عمالين تتخانقوا. فبيسمعوا كلامه وبيتصالحوا هما الاتنين. وبتقول وتشيتا ان اوهايو كلها اتحولت زومبي، فبيزعل طبعا كولومبوس علشان كان عنده امل انه يقابل ابوه وامه هناك. وفضلوا سايقين العربيه وقت كبير، ولما تعبوا من السواقه حبوا يريحوا شوية، بيحودوا في الطريق على محل انتيكات. بيخلص برضو تلاهاسي على الزومبي اللي موجودين جوه، وكان كولومبوس معجب بوتشيتا. وبعدها ابتدوا يكسروا في الحاجات اللي جوه المحل، وكانوا مبسوطين جدا وهم بيكسروا كل التحف اللي جوه. وبعدها بيكملوا طريقهم مع بعض، وقرروا يفضلوا كلهم مع بعض لحد ما يوصلوا الملاهي اللي كان ليتل روك نفسها تزورها. وبيوصلوا هوليود، وبيجيبوا الخريطة من الشارع علشان يختاروا منها أحلى مكان ممكن يقضوا الوقت فيه. وكان الزومبي هيمسكوا كولومبوس قبل ما يلحق ويركب العربية بسرعة. وبيقرر تلاهاسي هو اللي يختار لهم المكان، واختار لهم بيت رائع، وبيقول لهم ده القصر بتاع بيل موراي. وطبعا تلاهاسي أول حاجة عملها في القصر إنه كان بيدور على التوينكز اللي كان نفسه فيه، بس للأسف برضه مش بيلاقوا. وبيلاقوا جوه القصر صالة سينما كبيرة خاصة، وبيسأل كولومبوس ليتل روك عن وتشيتا إذا كانت مرتبطة ولا لأ، فبتقول له لأ هي مش مرتبطة، وكمان هي ما بتحبش الشخص الجبان وبتحب الراجل الشجاع. وفجأة بيدخل عليهم بيل موري وهو متحول زومبي، فبتضربه وتشيتا، فبيصرخ ويقول لهم انه بيمثل انه زومبي علشان يقدروا يدخل براحته، محدش من الزومبي يعضه. وبعدها بيتصاحبوا وبيتعرفوا على بعض وبيلعبوا كمان كلهم، وبيقولوا له في حد كمان معانا اسمه كولومبوس وده خواف جدا، فبيروحوا علشان يعملوا فيه مقلب ويخوفوه. ولكن المفاجأة انه كولومبوس بيضربه بالنار وبيخلص عليه وبيعتذر له بعدها، بس للأسف بعد فوات الأوان. وبياخدوه ويلفوه ويعملوا له جنازة عسكرية تليق بيه، وبعدها بيرموه من البلكونة. وبعدها بيتجمعوا كلهم وابتدوا يحكوا لبعض عن ماضيهم وأحزانهم وأحلامهم، وحكى لهم تلاهاسي وهو حزين عن ابنه اللي كان عايش معاه. بتروح بعدها ليتل روك لتلاهاسي وبتلاقيه بيضرب نار، وبتطلب منه انه يعلمها، ففعلا بيعلمها تضرب زيه. وبتقول وتشيتا لكولومبوس انها شايفة انه ظريف وكمان شجاع، وبيعرفها كولومبوس انه اكتر حاجة بيخاف منها في حياته هو البهلوان. وبيتفاجئوا بعدها هما الاتنين ان وتشيتا لتالت مرة بتاخد منهم العربية والاسلحة وبتهرب تاني، والمرة دي بيتغاظ كولومبوس جدا. بتقرر وتشيتا واختها انهم يروحوا الملاهي هما الاتنين، وفعلا بيوصلوا وبيكسروا القفل، وتشغل وتشيتا الكهرباء بتاعت الملاهي كلها لانها كانت فاكرة ان المكان ده مفهوش زومبي. بس الزومبي بيشوفوا النور من بعيد وبيسمعوا الصوت بتاعت الاغاني بتاعت الملاهي كمان، وكلهم بيجروا بسرعة على الملاهي. ووسط ما وتشيتا واختها بيلعبوا مبسوطين بيتفاجئوا ان زومبي كتير جدا جدا جايين، فبينزلوا بسرعة ويجروا ويفضلوا يضربوا عليهم النار، بس ما كانوش قادرين يخلصوا عليهم كلهم. وبعدها بيركبوا العربية وكانوا الزومبي محوطينهم من كل ناحية، فبسرعة بينطوا من العربية ويسيبوها تغرق هي والزومبي في المية. وبيبصوا وبيلاقوا زومبي كتير برضو كانوا جايين عليهم، فبيقرروا يركبوا اللعبة دي ويلاقوا الزومبي كلهم تحت متجمعين ومستنين، فبيضربوا جهاز التحكم في اللعبة علشان اللعبة تعلق ويفضلوا متعلقين فوق زي ما انتوا شايفين كده. في الوقت ده يكونوا جم وراهم كولومبوس وتلاهاسي ويقرروا انهم يساعدوهم بالرغم من كل اللي عملوه معاهم. وفي الاول بيبتدوا يخلصوا على الزومبي اللي بيقابلوهم في الطريق،
كولومبوس يلاقي العربية بتاعتهم في المية ويزعل جامد لأنه فكر إنهم غرقوا، بس بينادوا عليه من فوق وبيفرح جدا لما يشوفهم، ويبتدي تلهاسي يزمر بالزمارة عشان يجذب كل الزومبي ليه. وفعلا لما بيسمعوا الصوت كلهم بيجروا وراه ويسيبوا تشيتا واختها، ويبتدي تلهاسي يخلص عليهم وهو مبسوط وفرحان وهو بيعمل كده، ويركب القطر وهو بيخلص على الباقي منهم، ويدخل أوضة كده ويقفل على نفسه، ويبتدي يضرب كل الزومبي اللي كانوا عايزين يدخلوا له. ويجري كولومبوس علشان ينقذ تشيتا، ويتفاجئ ان في زومبي بهلوان قدامه، ودي اكتر حاجة كان بيخاف منها في حياته، ويقرر انه يواجهه علشان تشيتا كانت شايفاه، وفعلا بيقدر يخلص عليه، وبيجري علشان ينقذها هي واختها. بعد ما بينزلهم بيجروا هما التلاتة علشان يلحقوا تلهاسي، ويلاقوه خلص على كل الزومبي ولسه بيدور على توينكز. ويسمع كولومبوس صوت جاي من الأوضة اللي جنبهم، فبيضرب الأوضة بالنار، ولما بيفتحوا الباب بيلاقوا الفئران هي اللي كانت عاملة الصوت ده. اللي بيفرح جدا تلهاسي لما بيلاقي علبة توينكس جوه الأوضة، بس للأسف بيلاقيها باظت من الطلقة اللي ضربها كولومبوس، وبيزعل مرة تاني. بس بيتفاجئ لما يخرج ان ليتل روك بترميله واحدة توينكس فبياكلها وهو مبسوط جدا. وبيفرح كولومبوس لأنه حس إن ليه العيلة اللي من زمان بيدور عليها، لأنه هو كان عايش أغلب حياته وحيد، وبيكملوا حياتهم هما الأربعة مع بعض وهم مبسوطين وفرحانين وبس. ولو عجبكم الفيلم ما تنسوش تعملوا لنا لايك وسبسكرايب، وتقولوا لنا في الكومنتات على أفلام نفسكم نلخصها لكم، وأشوفكم في فيلم جديد وملخص جديد. سلام.